انت تعال احكي وياك، خلي علمك شي احسن ما انت تنساك. على الضحك صادفت بيوم مثل هاي، حدث جديد من الكذب وحكي تافه مثل ما صاير روميو ايش عاشق بس كلك واعي جاهل، جديد في عقوبة علي هاي يا فاشل. نظر روحك كان يواني وانت كلك واعي باش، لا شخصية لا كرامة من الاخير تفالي. خبط مثلك ناونا وانت ضد الخطية، خليك رجل في حركات ما العصية. حبك مزرية عليك دير بالك اسمعني سالب وضعك ما تدري وين راح توصل. شيخ انت بعصير ما تحكي لانت الناس، اخليك انت جوا تلاقي كل الشحقات. ترى والله ضدهم هاي صارت دروب قديمة ممدحين عليهم تجون. السلام عليكم شباب. اليوم ويانا عندنا هذا الضاوي جرو ابن العريضة، يعني شلون يتوسل ويبيع شرفه على مود بنية اللي هو يقدر يعني يثبنا عليه توقع على 1000 وحدة مو على وحدة. هو باع شرفه كله على مود بنية يتوسل بيها على اميال. وكمان يعني مرة نزل فيديو اساس انه مخترق بنية اسمها تدخل بنك شوكولاتة يصيحوا له شبشب. هو يعرف هالشي اكيد كل زين. كان يتوسل قبل بيها اكثر من مرة يتوسل على ايميلها، والبنية انطته الايميل، مو مطته بس ذاك يعني قالتنا قبل ما تعطي الايميل، وعرفتها انه مو خوش ولد وساقط فدنطتك نور. منطتك نور طلع اساس اكو فضيحة عليه. اوفنا من شكشك نرجع على سما ظل يتوسل بيها يمكن حوالي فوق الشهر ونص، وهم مطت الايميل. لكن خطية وقعت بيها ضحية بنية واحدة صغيرة، ولو هي يعني ماكو واحد صغير بهالزمان ما شاء الله، صار واحد شيطان. بس المهم وقعت بيها هي خطية هاي البنية اللي ضحك عليها واخذ الايميل. بس هي طلعت اشطن من عنده، جابت النسخ اللي كان يتوسل بيها على مود يخابرها ويحكي وياها. بس هي هم انطته مجال، ولو هي حبته يمكن البنية بس عادي ما يهمنا. بس هو ظل مثل الكلب يتوسل. شوفوا شباب شلون يتوسل بيها. شوف يتوسل بيها على مود شو تخابره. معليش راح تفهمين كل اشياء وتعرفين. شوف النسخ هذا قدام عيونكم كله. انتي من تعزيني وتحبيني. شوف يقولها انتي يعني ما اقدر احكي انتي من مو تعزيني وتحبيني وخاوري. فدي البنية ما ظل عندها شي وياه، بس هو اللي طش مثل الكلب من يلطش على عظمه وما حد يطي. هي البنية عندها حكي وياه، احنا مسحنا يميل البنية لان هو يعني شلون ما نريد ندخلها هي بهاي السالفة. وظل يميل هذا الجر الفضفوط ابن المتعة ويانا. قالت له وقتها يمكن مسحت الايميل ما اعرف الرقم، قالها لا ما مسحت كل شي، تقولين هذا الحكي مو هذا الكلام. يضوج واحد. شوف هو ذاكر اسمها سارة، شوف ذاكرها ولو بس الايميل احنا مسحناه. اما قلتلك خابريني افيدك وداعت اهلي، لك انت تحلف باهلك ولك انت لك انت شرف ما عندك نوب تيجي تحلف باهلك. بس يلا هم لح اغلس. بس اريد اعرف ليش ما تخابريني تخافين مني، وانت منو يخاف منك؟ هو انت كلك مواليد 99 جرو جاهل طفل شهرة، يعني 99 تقول تخافين؟ والله يا الله. ونوبة يرجع هو هم من هذا الكلام يضوج. لما تقولين خابرتيني في ذي شو دعت اهلي، ماكو داعي ان انت اهلك يجوز ولو انت دخلت اهلك بمواضيع خطية ما لهم لا شغل ولا داعي، جتهم مسبة جتهم فشار، بس انت قواضي وساقط ما صيلك جارة. هذا يعني هذا كله زينها. شفتوا شلون يتوسل هذا الجرو؟ شفتوا شلون يتوسل يعني بالبنية على مود تخابره. على كل هذا الحكي هذا حبيب رضا، وهاي يعني تبي شرفك على مود بنية عيب ما تسوى. زين اوف بنية تروح بنية تيجي بنية، بس صديقك اللي غدرت بيه واللي تخابرني تفشل علي وتغلط على عرضي، اللي عرضي يشرفك ويشرف عشيرتك وتاج راسك اولهم انا وياك شبح العراق. وتوفي خص توفي هم كذلك تاج راسك يا قواد. علينا المهم هاي الفضيتك وبقية الفضيحات مالتك مناسيهن منزل لك اياهن وحدة وحدة. بس اقول لك شغلة، ترى اللي يبيع شرفه نغل واللي ينكر شرفه نغل. فد انت نغل ما صار لك شهر ما معروف من ابوك. ويصير خير حبيبي العطاوي.